نسبة المكسب في الفوركس اللي انت المفروض تشتغل عليها. انا هنا العطار وجاي اجاوبك على السؤال ده. المفروض ان انت بتشتغل على نسبة مئوية كام؟ ده تارجت المفروض انت تكون بتبدأ حاطه لنفسك وتبدأ تشتغل عليه. انا كهاني بنبدأ نشتغل في التيم مع بعض من 1 ل 3%. خليني اقول لك ان واحد بيجي يقول لك ايه، هاني انا اصلا شغال على اكتر من كده، انا بعمل 10% و20%. حلو جدا، بس السؤال انت هل انت مستمر في النسبه دي، ولا انت كسبتها مره واحده وبعد كده بدات تقول ان انت بتكسب الكلام ده؟ القصه كلها مش في النسبه الكبيره او لا، المشكله القصه كلها في ان انت تستمر في ان انت تعرف تعمل النسبه دي. اللي بيحصل ان انت هنا المفروض ان النسبه اللي انت بتشتغل عليها هي تكون بسيطه عشان تعرف تحققها وسهله، انما كتراكميه بتعمل معاك كتير كتير جدا. المشكله الفوركس يا جماعه، او مشكلتك انت تحديدا، مش مشكله الفوركس، ان راس مالك صغير واحلامك هي اللي كبيره، فلذلك انت بتريسك. فعشان كده المفروض ان يكون عندك نسبه مئويه ثابته تشتغل عليها. على فكره ولو نص في المية كبيره جدا جدا، بس مشكلتك انت اللي راس مالك صغير.